بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. استكمالا لما ذكرناه من مسألة الاحتفاء بالمولد النبوي وما حصلت فيه من فتاوى، بعضها خارجة أو خرجت عن إطار البحث العلمي إلى اتهامات وإلى شيء من عدم الإنصاف. نتحدث الآن أن هذه المناسبة مناسبة كان العالم الإسلامي كله يحتفل بها، حتى في مكة. ذكر ابن بطوطة أنه كانت في مكة يخرج الناس جميعهم من المسجد الحرام ويتجهون إلى موضع ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك هناك تقال خطبة ثم يعودون ويتكلم القضاة والعلماء، وكان هناك ذبائح تذبح وكثير من المسائل هذه كان موجودا. وكذلك كان عندنا في حضرموت، كانت الناس أيام السلطنة القيعطية كانت يخرج طلبة المدارس ويخرجون إلى الشوارع ويتلون قصيدة طلع البدر علينا، ويذهبون إلى قصر السلطان وتضرب 21 طلقة من المدفع السلطاني، احتفاء فرح سرور. واليوم الناس عادت إلى هذا العمل، خروج في الشوارع والناس تبتهج وغير مبالية بهذه الدعوات التي تنفر الناس عن الاحتفاء. بقي الحديث عن مسألة الدليل والتعليل. قلنا أن المسألة هي تنبثق من مسألة أساسية، وهي تتعلق بتقسيم البدعة. والحديث الذي يستدل به الذين ينكرون قول النبي عليه كل محدثة بدعة، وكلمة كل عندهم كلمة تفيد العموم الذي لا تخصيص فيه، كل محدثة بدعة. إذن كل هنا عامة عندهم لا تقبل التخصيص، بينما ذهب جمهور علماء السنة على أنها من العام المخصوص أو الذي أريد به الخصوص، لأنه كما هو معروف في علم الأصول وحتى في اللغة أن هناك مخصصات للعام، فهناك تخصيص بالعقل، وهناك تخصيص بالعرف، وهناك تخصيص بالشرع بالنص، قد يأتي عام لكن يخصص. والقرآن أيضا ليس كل عموم يؤخذ على عمومه، فكثير من آيات القرآن مثل قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، ثم قال تعالى فأصبح لا يرى إلا مساكنهم. إذا ما دمرت المساكن، وإن كانت كل موجودة لكن ليس مراد بها العموم، لكن هنا كما قلنا العموم يخصص. وقال في سبع أوتيت من كل شيء، لم تؤتى عرش سيدنا سليمان رغم أنه كل شيء. فهناك العلماء تحدثوا في هذه المسألة، وألف الإمام الحافظ تقي الدين السبكي كتاب سماه أو رسالة سماها كل وما عليه تدل، بين أن ليس كل بمعنى للعموم. وإذا قلنا بالعموم فنحن سوف ننظر بالحديث الأخرى. الحديث الأخرى بينت أن هذا ليس مراد به العموم، ولكن مراد به عموم مخصوص. الحديث الأخرى يجب أن نأخذ السنة تفسر بعضها بعضا، فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر، ومن سن في الإسلام سنة سيئة عليه أجرها وأجر. فهل هناك سنة سيئة في الشريعة؟ لا، ما في سنة سيئة، ولكن السنة سن بمعنى أحدث، سن بمعنى أحدث، وأحدث بمعنى سن، وابتدع بمعنى أحدث. كلها هذه الكلمات متراكبة كلها يؤدي المعنى الآخر. ففي الحديث قال عليه الصلاة والسلام ما من نفس تموت في هذه الدنيا إلا على بني آدم الأول كفل منها، لأن أول من سن القتل بمعنى أحدثه. إذن الإحداث ليس بحد بمعنى سن، وهنا سن بمعنى أحدث، والسنة بمعنى الطريقة. فمن سن في الإسلام سنة حسنة هذا يفسر حديث كل محدثة بدعة. والحديث الآخر يفسره أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه سيدة عائشة
من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. هذا حديث أيضا يفسر حديث الكلية الموجودة. تمام؟ من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. مفهوم المخالفة أن من أحدث شيء منه ليس برد. هذا هو مفهوم المخالفة، وهكذا تعامل العلماء مع هذا الشيء. طيب، يقولون أنه ليس هناك تقسيم للبدعة. طبعا هذا كلام غير صحيح. كما قلنا حتى ابن تيمية يقسم، حتى ابن محمد عبد الوهاب شيخهم أيضا يقسم. تمام؟ كيف هذا؟ هل هذا كلام صحيح؟ نعم كلام صحيح. والشيخ ابن تيمية يقول في تقسيمه للبدعة في كتاب مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 162 قال: وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة وهي ضلالة باتفاق المسلمين. ومن قال في بعض البدع بأنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة. يعني من قال أن هناك بدعة حسنة إنما لوجود دليل شرعي تسمى بدعة حسنة. إذن كلام ابن تيمية فيه تقسيم للبدعة. تمام؟ وأيضا ابن عبد الوهاب في كتابه أو في مجموع الكتاب الباعث على إنكار كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، تأليف مجموعة من العلماء من كلام الشيخ محمد عبد الوهاب وأسئلته، قال الشيخ عبد الوهاب: نخلع جميع البدع إلا بدعة لها أصل في الشرع كجمع عمر التراويح جماعة، وكجمع المصحف، وجمع ابن مسعود الصحابة على القصص كل خميس ونحو ذلك، فهذا حسن. إذن يعني قد يستغرب بعض الناس كيف هذه يحسن في بدعة حسنة؟ قال ابن تيمية، قال ابن عبد الوهاب هذه الأشياء قول عمر إنما هي بدعة حسنة. إذن هو يقول بالتقسيم. إذن كيف لا تقولون بالتقسيم؟ حتى الشقيري قال بالتقسيم، اللي هو أيضا من مراجعهم الشقيري، هذا صاحب السنن المبتدعات، قال: وتنقسم البدعة إلى 4 أقسام. قال تنقسم إلى 4 أقسام. الأول البدعة المكفرة، والبدعة المحرمة، والبدعة المكروهة، وذكر والبدعة المكروهة تنزيها. أما البدعة في المصالح والمنافع دون المعشية فلا حرج فيها ما دامت نافعة غير ضارة. إذن أيضا هذا قسم. إذن الكل يقسم البدعة. ابن تيمية قسم، عبد الوهاب قسم، وحتى القشيري الإمام صاحب الإمام الشاطبي الذي كثير من الإخوة في فكر الشيخ عبد الوهاب هم يعتبرونه ممن يعني يعتد بكلامهم، أيضا قسم البدعة إلى حقيقية وبدعة إضافية. إذا التقسيم موجود عند الجميع. إذن التقسيم رغم أن الحديث جاء كل بدعة ضلالة، ولكن العلماء لما عرفوا هذا الحديث وعرفوا البدعة كلهم اتفقوا على التعريف واحد، وهي البدعة التي ليس لها أصل في الدين، وما دام لها أصل في الدين فلا تسمى بدعة أبدا، وإما تسمى يعني إما بدعة حسنة وإما تسمى سنة. طيب، أيضا الصحابة رضي الله عنهم قسموا البدعة. والصحابة الذين قال الله النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الرسول حثنا احنا اللي نتبع سنة الصحابة. والسنة بمعنى هنا ليس تشريع وإنما الاتباع، أي نتبع طريقة الصحابة في فهم النصوص. كيف كان الصحابة قسموا البدعة. وأول من قسمها سيدنا عمر رضي الله عنه. سيدنا عمر قال: نعمة البدعة هذه. نعمة البدعة، نعمة مدح. قال عمر في صلاة التراويح: نعمة البدعة هذه، أي الشيء المحدث غير المخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حديث كلام سيدنا عمر رضي الله عنه يدل على التقسيم. و يعني عندما تحدث العلماء عنه هذا الكلام قالوا في هذه المسألة في تقسيم البدعة تحدثوا على أنه كلام سيدنا عمر يدل على أن مقصوده في هذا هو سنة حسنة، وأما بدعة من حيث اللغة
بدعة من حيث أنها محدثة لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنها كان ولها أصل موجود قد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ثم تركها، ومع هذا سماها بدعة. أيضا الحديث الثاني ورد عن سيدنا كعب بن عن أبي بن كعب أيضا في استحسان لفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال لعمر إن هذا لم يكن، عندما يعني سيدنا عمر هم على جمع القرآن، جمع القرآن في كتاب واحد، عندما بعد أن كان موزع بين الصحابة، وأمر سيدنا كعب أن يجمع ما عند الصحابة من آيات ومن سور، فقالوا اعترض سيدنا كعب بهذا هذا المعترض الذي يعترض بعض الناس أن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سيدنا أبي إن هذا لم يكن، قال لعمر إن هذا لم يكن، فقال عمر رضي عنه قد علمت ولكنه حسن، قد علمت ولكنه حسن، تمام؟ وفي رواية ولكنه خير. إذا ما دام في خير وفي مصلحة لا نسمي ذلك بدعة. هذا دليل على أن الصحابة كانوا يقسمون البدعة. الشيء الآخر أيضا وهي كثير من ذلك عن ابن عمر في صلاة الضحى في السفر قوله إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثوا. صلاة الضحى في السفر من أحسن ما أحدثوا، يعني عند المحدثات أيضا فيها حسنة. إذن أيضا الصحابة كانوا يقسمون البدعة ويرون أن فيها حسن وفيها غير حسن. ولهذا الإمام النووي عليه رحمة الله عندما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام النووي في قول النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتبت له أجر، ومن عمل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه وزر، ومن عمل من عمل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيئا. هذا الحديث في صحيح مسلم. قال النووي وهذان الحديثان صريحان في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة. وقال أيضا فيه الحث على ابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات. قال الإمام في صاحب تحفة الأحوذي في شرح الترمذي سنة حسنة أي أتى بطريقة مرضية يشهد لها أصل من أصول الدين. وهكذا يعني العلماء كما قلنا لا نستطيع نستعرض كل كلام العلماء، ولكن العلماء قالوا بالتقسيم، وقال به الصحابة، وقال به التابعون، وقال به الإمام الشافعي البدعة بدعتان، قال به العز بن عبد السلام. هؤلاء الذين قالوا بهذا الأمر كله ينبغي علينا أن نحترمهم وأن نحترم ما قالوا، وإذا كنا لا نقرأ بالتقسيم رغم أن قال بالتقسيم ذلك ابن تيمية وقال بالتقسيم ابن عبد الوهاب، علينا أن نقول إن المسألة خلافية ونتعامل معها كما يتعامل العلماء مع مسائل الخلاف. ويكون إن شاء الله لنا حلقة أخرى في الحديث عن الأدلة التي تمسك بها الذين يعني ينكرون هذه الموالد، مثل قولهم لم يفعلوا الرسول، مثل استدلالهم بالتروك، مثل استدلالهم أنه الصحابة أشد محبة لنا ولو كان خيرا لفعلوه، ومثل استدلالهم بأشياء أخرى أيضا أن شهر النبي شهر المولد هو شهر الوفاة، لماذا تحتفلون ولا تبكون، وشيء من هذا الكلام الذي هو يحاولون التغشيش به على عوام الناس. ولكن عند البحث العلمي يتضح أن هذه يعني كسراب يحسبه الظمآن ماء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.